ايه لو انت غرقان في مشكلة ومش عارف تطلع منها؟ انا كنت بكلم بابا على طول من ساعة ما جده متوفى، فبكلمه تاني يوم بقى، تاني يوم الصبح بقول له لقيت حواليه دوشة، فبقول له يا بابا انت فين؟ قال لي انا في الشغل. قلت له ايه ده يا بابا، انت رحت الشغل تاني يوم على طول كده مش ترتاح؟ طب ارتاح النهارده، طب ليه نزلت؟ قال لي لا يا حبيبتي، الدنيا بتمشي يا هاجر، الحياة هتمشي والدنيا هتمشي، مفيش حاجة هتقف. فبقول له ايوه يا بابا بس كنت ارتحت النهارده. قال لي يا حبيبتي راحتي في الشغل، انا مرتاح وانا بشتغل. يعني انا بتعلم من بابا كتير قوي، دايما بتعلم من بابا، ربنا يبارك لي في عمره يا رب ويخلي لي يا رب يا رب انا واخواتي، بس دايما بتعلم منه. وتعلمت منه درس بقى ده، ان الحياة ما بتقفش فعلا، الحياة هتمشي. فلو اي حد بيسمعني دلوقتي موقف حياته على مشكلة، او موقف حياته معطلها بسبب حزن ما، او بسبب فقد، او بسبب علاقة، او ايا كان السبب، بفكرك بآية ربنا سبحانه وتعالى هي اللي انا يعني ربطتها بالموقف ده. لما نفسك تعطلك على حاجة، ارجع وفكر نفسك بآية من سورة العمران بتقول ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم: وتلك الأيام نداولها بين الناس. أنا دلوقتي عندي حالة حزن وعندي حالة وفاة وزعلانة، غيري عنده حالة فرح، كمان كام شهر أنا هيبقى عندي حالة فرح، وغيري ممكن هو نفس الشخص يبقى عنده حالة الحزن، وهكذا. المشاكل بتلف والحياة بتلف والحياة بتمشي. بلاش احنا نوقف الحياة على حد. وتلك الأيام نداولها بين الناس، الأيام بتلف وبتدور ما بين الناس كلها، ولا أنا حياتي هتقف على حاجة ولا أنت حياتك هتقف على حاجة. فبلاش احنا بنفسنا نوقف حياتنا على أي حاجة مهما كانت الحاجة دي. اعتبر دي رسالة ليك انت كمان، وكل ما نفسك توقفك وتعطلك قول لها لا، الحياة بتمشي والحياة ما بتقفش، ولا على أي مشكلة ولا على شخص ولا على أي حد. وزي ما ربنا ما قال لنا: وتلك الأيام نداولها بين الناس.